عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جبت لكم الملخص ديال الحلقات اللي غادي يتعرضوا ان شاء الله على دوزام. كاين بزاف ديال الاحداث المشوقه. بالنسبه للحدث اللي كنشوفوا فيه دابا هو ان عفاف غادي تخاصم هي وميرهان، حيت ميرهان قررت تعطي لينا غصون لينا، وبالمقابل لينا تنزل لها على الاسهم ديالها في شركه. عفاف تخاصمت معها، بردت فيها غضيضها كاملين، وكاع داكشي اللي في قلبها خرجته ليها. الاخر اللي مهم هو ان ميرهان تتمشي تخرج ماما سيليا من دار المسنين، تتمشي تحطها في واحد المبنى اللي انتحر منه الوالد ديال سيليا. تتمشي تحطها تما وتدور لها، تقول لها سيري قلبي على ماما كيفين كاينه. ولكن سيليا تتصدق مطوره بزاف. عوض هذه ميرهان عوض ميرهان تخلعها بماماها، صدقات هي مدوره اكثر منها. مشات لحت ماماها من فوق هذاك المبنى اللي كان طاحر منه باباها. مشات هي برجليها ولاحت ماماها، قتلاتها باش تسبيها في ميرهان. الحدث الاخر اللي تيبان لينا دابا هي ان عفاف غادي تقرر تقتل لينا، حيت كتمشي للحضانه تتخلع غصون كل مره، وعفاف بقى فيها الحال بزاف علاش هي ما تتصرف مع بنتها بحال هكاك. وقررت انها تمشي تقتلها. مشات لحدا الدار ديال سيليا وبغات تقتلها بالطوموبيل. خرجت فيها بالطوموبيل، دوزتها، كانت بتخرج بها في الطوموبيل، دوزاتها منها خلعة. ولكن في الاخر تراجعت، تفكرت غصون وان غادي يوقع معاها المشاكل وداك الشيء، وهي تراجع في الاخر وما قدراتش تقتلها. الحدث الاخر اللي هذا هو هنايا اللي غادي يدوز ان شاء الله، هو هنايا سيليا كتبان لينا مشات دفنات ماماها زعما، وتتبكي عليها وتقول لها سمحي لي يا ماما على داكشي اللي درت، ولكن راه غادي ننتقم. ومن بعد فاش تدفن ماماها تتمشي تدور لميرهان، تتهددها، تقول لها دابا انا ماما صافي راه ماتت، ما بقى عندي مناش نخاف، غادي تعطيني 50% من الحصة ديال الشركة، ولا غادي ندخلك الحبس، حيت عندي تصاور باش خديتي ماما من دار المسنين وطلعتيها حتى لذاك المبنى باش تقتليها. المهم ميرهان تتقلب عليها الكفة كما كنقولوا، وتتصدق هي اللي وقعت في مشكل كبير، وما بقاتش عرفات كيفاش دير تتحل هذا المشكل، وتتقلب على الطريقة وباقا ما غاديش لقى الطريقة المناسبة باش تحل المشكل. هنايا بالنسبة للحدث الآخر هو أن هادي لينا تتمشي تضرب راسها بوحدها، حيت هي ديما حمقى. تمشي تضرب راسها وتجي عندهم تقول لهم راه عفاف هي اللي ضرباتني. تينوض بابا لينا خاصم على عفاف، تيقول لها اش ضربتي لي بنتي. المهم كيف العاده حتى حد ما كيطيقها. الحدث الاخر هو ان المحاميه دورت العفاف، قالت لها صافي راه المحكمه عطات غصون لينا، بقات لكم يومين وغادي يجيو يديوها، حيت صافي راه قررت المحكمه تاخذ تعطي غصون لينا. وعفاف تيبقى فيها الحال بزاف هي ولينا، وتيبقاو تيبكيو وما عرفوش شنو يديروا. المهم هما هادو الاحداث الرئيسيه بالمختصر، مختصرين بالنسبه للناس اللي تيبغيو يتفرجوا في الحلقات كامله. غنخلي لكم واحد الرابط في التعليق، ندخلوا ليه وغادي تلقاو بزاف ديال الحلقات. الحلقه اللي ما تفرجتوش فيها تفرجوا فيها، وشكرا.